السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثالثة إعدادي، النهارده إن شاء الله مع بعض فيديو جديد وحل محافظة القاهرة هندسة إن شاء الله، محافظة رقم 1. بيقول لي في أي مثلث أ ب ج إذا كان أ ج تربيع أكبر من أ ب تربيع زائد ب ج تربيع. حضرتك عارف إن إحنا أخدنا في زمان في الترم الأول لو إحنا عايزين نعرف نوع المثلث بالنسبة لزواياه بنربع أكبر ضلع ونربع الضلعين الصغيرين. لو كان مربع الكبير أكبر من الضلعين التانيين كان مثلث منفرج. لو كان مربع الكبير أصغر من مجموع مربعات الضلعين الآخرين كان مثلث حاد. لو كان مربع كبير بيساوي مجموع مربعات الضلعين التانيين يبقى كان مثلث إيه؟ قائم. يبقى تاني علامة أكبر كبير أكبر يبقى منفرج. الكبير كان كاتب له أصغر يبقى حاد. لو الكبير يساوي يبقى قائم. فأنا كده عرفت إن المثلث إيه؟ منفرج. طب هو منفرج هيبقى منفرج فين؟ هيبقى منفرج في الزاوية المتكررة، الحرف المتكرر. فالحرف المتكرر بالنسبة لنا هو ب. صح آسف هو ب. خلاص؟ تمام. ده الحرف المتكرر، فلما يكون متكرر في ب معناه منفرج الزاوية فين؟ منفرج في ب. صح؟ وطالما منفرج في ب يبقى زاوية ب منفرجة. هو طالب زاوية ب فأنا أقول له الإجابة بتاعتنا هتكون منفرجة. أهي دي الإجابة. طب طلب زاوية تانية غير ب هتكونوا حدتين، ماشي؟ كلام جميل وكلام زي الفل وكلام زي العسل. نيجي السؤال رقم 2. بيقول لي مجموعة نقاط الدايرة اتحاد مجموعة نقاط داخل الدايرة. أنت عارف إن الدايرة بالنسبة لنا لو جينا نرسمها تلاقي الدايرة عاملة كده. فالدايرة دي مكونة من مجموعة من النقاط، مجموعة من النقاط على الدايرة صح؟ أهي. ومجموعة من النقاط داخل الدايرة، وفي نقاط داخل إيه؟ الدايرة، كل ده داخل الدايرة. تمام. قال لك بقى مجموع ده مع ده اسمه إيه ده كله؟ اسمه سطح الدايرة. ساعة ما شرحت لك قلت لك ده بالنسبة لي الخط بتاع إيدي اسمها إيديا. طيب اللي جوه اسمه سطح قصدي نقاط الدايرة. طب بره مع جوه ده كله اسمه سطح الدايرة صح؟ فبالتالي ده دايرة واللي جوه نقاط داخل الدايرة كله مع بعضه كده. لما اظلل ده كله كده مع بعض اظلل ده كده بالنسبة لي اسمه ايه؟ اسمه سطح الدايرة. ماشي يا باشا؟ ده بالنسبة لي سطح الدائرة، فبالتالي الجواب هيكون اسمه ايه؟ سطح الدايرة. الإجابة رقم د. طيب قال لك قياس الزاوية المحيطية. حضرتك انت عارف ان الزاوية المحيطية بتساوي ايه؟ قال لك بتساوي دايما نص المركزية المشتركة معها في نفس القوس. بتساوي مين؟ الممسية المشتركة معها في نفس القوس. والمحيطية بتساوي مين؟ بتساوي نص القوس المقابل لها. هو بيقول لك ان الزاوية المحيطية بتساوي ايه؟ نص القوس المقابل لها. صح؟ قلت له صح. قال لي جميل. قال لك زاويتان متكاملتان. يعني ايه متكاملتان؟ مجموعهم 180. يعني ايه زاويتين متتمتين؟ مجموعهم 90. فهو قال لي زاويتان متكاملتان، فانا اقول له مجموعهم كام؟ 180. قال لك متساويتين في القياس، يبقى زاويتين متكاملتين ومتساويتين في القياس 90 و90. صح؟ قلت له قال لي فإن قياس كل منهما هقول له 90. صح ولا غلط؟ قال لي تمام. يبقى زاويتان متكاملتان يعني مجموعهم كام؟ 180. وفي نفس الوقت قال لك متساويتين في القياس، فانا عارف ان هم زاويتين متساويتين في القياس ومتكاملتين معناها 180 على الاثنين فيها ال 90. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ اذا كانت س نقطة تقع على الدايرة، س نقطة تقع على ايه؟ على الدايرة. ادي دايرة وادي نقطة عليها اسمها س. وكان م س ب 4 سم، م س 4 سم. عاوز طول نص قطر الدايرة ايه؟ بسيطه. هو بيقول لك ان م س اساسا بكام؟ ب4. قلت له تمام. قال له هو عايز بقى م س دي بقد ايه؟ ما خلاص م س اللي هي 4 خلصانه. ليه؟ لان النقطه تقع على الدايره، فبالتالي م س هتساوي نق. ماشي؟ تمام. يبقى في خد بالك من النقطه دي او الجزئيه دي. لو في نقطه عاوز اعرف موقعها بالنسبه للدايره، نقطه موقعها بالنسبه للدايره، ببدا اعمل ايه؟ بجيب حاجه اسمها م س اللي هو البعد بتاعها ونص القطر، اقارن بينهم. لو البعد اكبر النقطه خارج، لو البعد اصغر النقطه داخل، لو البعد يساوي يبقى النقطه تقع على الدايره. واضح؟ واضح. طيب هنا في الاجابه بتاعتنا خلاص عرفنا ان هي 4. ا ب ج د شكل رباعي دائري. الله، شكل رباعي دائري. استنتج في سؤال رقم 6 رباعي دائري معناه ان كل زاويتين متقابلتين متكاملتين مجموعهم كام؟ 180. فانا عارف ان هو طالما الشكل رباعي دائري يبقى كل زاويتين متقابلتين مجموعهم 180. لو احنا جينا رسمنا رباعي كده دائري كده فده ا وده ب وده ج وده د، فتبقى ا زائد الج بيساوي 180. صح؟ قلت له قال لي تمام. فا زائد ج ها بكام؟ ب 180. اطرح منها 120. فلو 180 ناقص 120 يديك 60. فالجواب بالنسبه لنا كام؟ قال لك 60 درجه. ماشي. ليه؟ ما انت قلت ا زائد ج 180. قلت له تمام. قال لي بقى ايه رقم 7؟ ركز في السؤال ده. رقم 7 ده بيتكلم عن ا ب بيساوي 10. قال لك فإن محيط أصغر دايرة. بص يا جماعة، دايما لما تلاقي كلمة أصغر دايرة في السؤال اعرف إن على طول نص قطرها يساوي نص قطر القطعة المستقيمة. يبقى أنا كده عرفت النص القطر
بيساوي مين؟ نص القطعه المستقيمه لنص الالف ب. يعني كام سنتي؟ 5 سنتي. كده عرفت النق ب5 سنتي اللي هي نص القطعه. تمام. قال لك تمر بالنقطتين الف وب. عاوز محيطها. طب محيط الدايره اسمه ايه؟ قال لك 2 باي نق. تمام. ال2 باي تنزل. قلت له تمام. والنق عندي بكام؟ ب5. ف2 في 5 ب10. يبقى الجواب بالنسبه لي اسمه 10 باي. فالجواب 10 باي. دي جايبه رقم ايه؟ رقم ج. يبقى تاني لو جه طلب مني محيط اصغر دايره اروح جايب نص القطعه والنق هي بتساوي نص القطعه على طول. فاروح جايب محيط الدايره 2 باي نق. يبقى 2 باي في مين؟ في ال5 يطلع 10 باي. ده كان اول سؤال. السؤال اللي بعده بيقول لنا رقم 8. بيقول لنا ايه في رقم 8 بقى؟ قياس زاويه ا ج ب زاويه محيطيه. دي محيطيه المقابله للقوس الاصغر ا ب. قال لك يمكن ان تكون ايه؟ بص بقى صلي على رسول الله. الحته دي مهمه جدا ومن خلالها هنقدر نتكلم في حاجه مهمه. ايه يا حبيبي؟ قال لك بص انا ممكن اضيف لك صفحه كده اتكلم فيها عن حاجه معينه. بص يا صديقي صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. احنا لو جينا هنتكلم عن حاجه اسمها زاويه محيطيه مرسومه. اهو زاويه الدايره. ماشي؟ قال لي ماشي. امسح الكلام ده بالراحه كده وتعالى ارسم دايره عدل. ماشي اهو. ماشي ادي دايره. تمام. قال لو انت جيت رسمت كده بالراحه ماشي زاويه محيطيه. قال لي زاويه محيطيه. قلت له تمام. الزاويه المحيطيه ديت بتقابل ايه؟ انت لو جيت ترسم خط كده باللون الاحمر ده مثلا اهو، ده خط اهو. الخط ده نعتبره قطر. قسم الدايره نصين. قلت له تمام اهو خط قطر اهو. قسم الدايره ايه؟ نصين. طيب الزاويه المحيطيه دي مرسومه فين؟ قال لك مرسومه في جزء اصغر من نص الدايره. صح؟ يعني بتقابل قوس اصغر من نص الدايره. ده نص الدايره. كل ده نص الدايره. الحته دي بتقابل نصه. يعني بتقابل قوس اصغر من نص الدايره لان الجزء ده بالنسبه لي اصغر من نص الدايره. ماشي؟ قلت له تمام. قال لي خلاص دي هتكون حاده. ماشي؟ تمام. اما لو كانت مرسومه كده، لو جبنا لون اصفر ولا حاجه عشان بس نعرف نرسم اهو لون اصفر. كانت مرسومه كده. دي بتقابل نص الدايره. صح ولا غلط؟ فساعتها هتكون قائمه. طب لو جينا رسمنا الزاويه المحيطيه كده بتقابل قوس اكبر من نص الدايره تكون منفرجه. نلم بقى الموضوع. المحيطيه المرسومه في او تقابل قوس لو جالي اصغر من نصف الدايره اقول له تكون حاده. لو قال لي اكبر من نصف الدايره اقول له تكون منفرجه. لو بتساوي نصف الدايره اقول له تكون قائمه. يبقى تاني الزاويه المحيطيه بتقابل قوس اصغر من نص الدايره حاده، بتقابل قوس اكبر من نص الدايره منفرجه، بتقابل قوس اصغر من نص الدايره قصدي بتقابل قوس بيساوي نص الدايره تكون ايه؟ تكون قايمه. نرجع لسؤالنا بقى. هي دي بتقابل ايه؟ قوس اصغر من نص الدايره. صح كده؟ القوس الصغير. هو الراجل قال لك صغير. هقول له تكون ايه؟ حد. وطالما حد لازم تكون اقل من 90. يعني كام؟ يعني 70. دي الاجابه. طيب هنا رقم 9 بيقول لك ايه بقى في رقم 9؟ بيقول لك اذا كان ا ب والف ج وترين في دايره. هرسم دايره كده واروح راسم ايه؟ ا ب والف ج. فأ ب والف ج لما اجي ارسم الوترين بتوعنا ادي ا ب ادي ا ب وادي ا ج وترين. واحد ب5 وواحد ب3. تمام. قال لك وبعدين؟ قال لك يا باشا بعد الوتر ا ب عن المركز هيساوي قد ايه؟ وبعد الوتر ا ج عن المركز يساوي قد ايه؟ قال لي تمام. ا ب وتر طوله 5. بعد الوتر عن المركز، بعد الوتر عن المركز هنا وبعد الوتر هنا. بعد الوتر هنا هيكون اكبر من بعد الوتر هنا. يعني الوتر الكبير بعده صغير والوتر الصغير بعده كبير. فالوتر الكبير مين؟ ا ب. مش انت عندك الالف ب اكبر من الف ج؟ قلت له اه. قال لي خلاص بعد الالف ب اصغر من بعد الالف ج. هو عاوز يعرف بعد الوتر الف ب بالنسبه لبعد الوتر الف ج. الاجابه بتاعتنا هتكون ايه؟ هتكون اصغر اللي هي الاجابه رقم الف. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل ده بالنسبه لي سؤال مهم جدا بيتكلم فيه عن عاوز زاويه ا م ب. عشان اجيب زاويه ا م ب ديت الزاويه دي يا صديقي
بتساوي نص القوس المقابل لها. يعني ايه؟ يعني الزاويه دي نص القوس ده. طب هي اسف، دي زاويه مركزيه، والزاويه المركزيه بتساوي القوس المقابل لها. فدي زاويه مركزيه بتساوي القوس المقابل لها، تاخد كام؟ تاخد 60. فانا عاوز طول ا ب. طب انا اول خطوه بالراحه كده انا عاوز زاويه ا م ب، فاقول له بما ان قياس القوس ا ب بيساوي 60، يبقى اذا قياس زاويه ا م ب هتاخد كام درجه؟ 60 درجه. يبقى زاويه ا م ب بكام؟ ب 60 درجه. انا عاوز بقى طول القوس نفسه. طيب انت حافظ طول القوس؟ قلت له اه. قال لي طول القوس كان بيساوي حاجه اسمها القياس على 360 في 2 باي نق. يبقى القياس على 360 في كام؟ في 2 باي نق. القياس كان بكام؟ قال لك 60 على 360 في 2 باي نق. 2 الباي ب 22 على 7، والنق عندي بكام؟ قال لك نص القطر 21. طيب تعال ندخل بقى ده على الآلة بالراحه مع بعض ونحسبها مع بعض بالراحه. دي كتير دي كتير، دي فيها 1 دي فيها 6، الاثنين دي 7 فيها 1 دي فيها 3، دي تروح مع دي مع دي، يبقى يطلع الناتج كام؟ 22 سم. ده طول القوس المقابل لزاويه مركزيه قياسها او مقابل لقوس قياسه كام؟ 60. ده كان السؤال. ماشي. نيجي بقى هنا للسؤال اللي معانا رقم 11، مهم جدا يا ولاد. ميم نون دايرتين طولين نصفي قطرهما على الترتيب كام وكام؟ 10 و5. ايه المطلوب؟ عاوز موضع كل منهما بالنسبه للاخرى في الحالات الاتيه. طيب كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل خط اعداد كده، والخط ده كنا بنعمل فيه حاجه اسمها طرح وحاجه اسمها جمع. جمع الرقمين دول 15، طرحهم 5. لو كان الرقم اكبر من 5 فبنحط الناتج هنا ونكتب هنا متباعدتان، وهنا متداخلتان، وهنا متقاطعتان، وهنا متماستان من الخارج، وهنا متماستان من الداخل، وهنا متحدة المركز لما يطلع 0. خلاص قال لك ماشي. قال لك ميم نون بكام؟ ب 16. طب 16 ده احطها فين؟ 16 اهيت، صح؟ ميم نون ب2، فين 2؟ 2 اهيت. يبقى انا كده اقول له ايه؟ بما ان رقم 1 ميم نون بكام؟ ب 16، يعني اكبر من نق 1 زائد نق 2، اقول له اذا الدائرتان متباعدتان. تمام؟ قال لي تمام. رقم 2 ميم نون بكام؟ قلت له ميم نون ب2. مش ميم نون ب2 اصغر من نق 1 ناقص نق 2، يعني اصغر من الطرح؟ اقول له اذا الدائرتان مالهم؟ متداخلتان. متداخلتان. تمام؟ قال لي تمام. بس يا عم ده كان فكره سؤال رقم كام؟ رقم 11. سؤال رقم 12 بيقول لنا ا ج قطر، على طول ا ج قطر دي 90 درجه. ليه؟ مماس مع نص قطر زاويه ب 90. قال لك ايه تاني؟ ا ب مماسه، طبعا ا ج قطر وأ ب مماس زاوية أ ب 90 على طول. ب ج قطر أو ب ج تقطع الدايرة في د. مين هي؟ عمودي على ب ج. طالما عمودي يبقى 90 يبقى بينصف. ماشي. قال لك يا باشا اثبت لي ان الشكل ده رباعي دائري. قلت له تمام. طب ما ثبتناه ازاي؟ مش انت عندك عشان تثبت الشكل رباعي دائري لازم تثبت ان كل زاويتين متقابلتين متكاملتين يعني مجموعهم 180. قلت له ايوه. قال لي خلاص يبقى الزاويه دي زائد الزاويه دي بكام؟ ب 180. قال لك تمام. قال لك ده الجيم بكام؟ قلت له 7. قال لك انا عاوز ده اله. طب ما هو عمودي بينصف وده الجيم كله ب7 يبقى نص 7 كام؟ 3.5. يبقى انا كده عرفت ان ده اله ب 3.5. عايزين بقى نقول الكلام ده كله بالراحه بقى واحده واحده مع بعض وتاتا تاتا. أنا في البداية هقول له بمعنى أ ب مماس للدائرة عند أ. أقول له إذا م أ عمودي على أ ب، إذا قياس زاوية أ بتساوي 90 درجة. كده استفدت بإيه؟ استفدت بده واستفدت بده. هرجع استفيد باللي بعده. إيه هو؟ بما أن الميم هي عمودي على ب ج، طالما عمودي يبقى 90 يبقى بينصف، يبقى زاوية ه ب 90، يبقى إذا اله منتصف الدال ج. خليك فاكر دي كويس. بما أن زاوية ايه؟ قال لك زاوية أ ب 90 وإيه تاني؟ وزاوية ه ب 90 وهما زاويتان متقابلتان متكاملتان
ماشي؟ إذا الشكل رباعي دائري. إذا الشكل اسمه إيه بقى؟ أ ب ه م رباعي دائري. وبعدين هقول له بقى بما أن الدال ج كله بيساوي 7، وأنا قلت لك هنا إن هي بتنصف، يبقى ده اللي هي بكام؟ ب3.5 سم. بس يا صديقي ماشي. السؤال اللي بعده. في الشكل المقابل مديني ده دايره، مديني الزاويه دي زاويه 40، زاويه تعتبر محيطيه، عاوز قياس زاويه م أ م ج، يعني عاوز الزاويه دي حضرتك ده. طيب ما هي الزاويه دي مركزيه بتساوي نص المحيطيه، تاخد كام؟ قال لك هتاخد المركزيه ضعف المحيطيه، تاخد كام؟ قال لك تاخد 80 درجه. قلت له تمام؟ قال لي تمام. قال لي رجع قال لي هات زاويه أ ج ب، عاوز الزاويه دي بكام؟ قلت له ماشي، ما هو حضرتك ده نص قطر وده نص قطر، دول كده انصاف اكتر، يعني مثلث ماله متساوي الساقين، ومعاك زاويه الراس بكام؟ قلت له 80. قال لي 180 ناقص 80 على الاثنين، فتبقى 50 50، ده 50 وده 50. ماشي، ده كده حليت السؤال. فانا عاوز اكتب الكلام ده، اقول له بما ان اول حاجه زاويه أ ب ج، ما هي اللي مديها لي أ ب ج بتساوي قد ايه؟ 40. زاويه ايه يا صديقي؟ قال لك زاويه محيطيه. اقول له اذا زاويه أ م ج بتساوي قد ايه؟ بتساوي 20. مالها؟ مركز 80. مالها؟ مركزيه، والزاويه المركزيه ضعف المحيطيه. بما ان الالف م بتساوي الميم ج انصاف اقطار، اذا الف زاويه م الف م أ ب م أ ج تساوي زاوية م ج أ بتساوي 180 ناقص 80 على كام؟ على الاثنين، فيها 50 درجة. يبقى زاوية م أ ج تساوي 50 درجة. ماشي كده؟ طيب كده خلاص خلصت المطلوب الثاني. نيجي بقى هنا في السؤال ده، فكرته حلوة قوي ولذيذ، سؤال حلو ولذيذ. يقول لك ايه بقى؟ أ ب وأ ج ممستان او ممستان للدائره ن عند د وه، وللدائره م عند ب وج. يعني ايه؟ يعني ا د قطعه مماسه للدائره الصغيره، وفي نفس الوقت ا ب قطعه مماسه للدائره الكبيره. فانا هشتغل على الصغيره الاول. ماشي؟ قال لي ماشي. وبعدين نبدا نتكلم بقى في اللي هو عاوزه. هو عاوز طول مين؟ د ب. اقول له سهله ان شاء الله. حضرتك مش معايا خطوه خطوه. مش انت عندك قطعه مماسه؟ قلت له اه. قال لي دي بكام؟ قلت له 4. قال لي 4 زيها. قلت له تمام. قال لي يبقى اصبح الالف ج كله بقد ايه؟ قلت له كده 9 صح؟ قلت له اه. قال لي ماشي ركز بقى. طب ما أ ب وأ ج قطعتان ممستان، برضه أ ب هتبقى 9 برضه. ال9 دي معاك منها 4، يبقى الحته دي بكام؟ ب5. كده جبت طول د ب اللي هو عاوزه. هقول له بقى الكلام ده ازاي؟ هقول له الكلام ده بالراحه. بما ان الالف د والالف ه قطعتان مماستان للدائرة الصغيرة. الدائرة الصغيرة اسمها ايه؟ للدائرة ن. إذا الألف د بيساوي الألف ه بيساوي 4 سم. ماشي. إذا الألف ج كله بكام؟ ب4 زائد 5 يدينا 9. قلت له تمام. أرجع أقول له بقى بما أن الألف ب والألف ج قطعتان مماستان للدائرة ايه؟ م. اقول له اذا الالف ب بتساوي الالف ج بتساوي كام سنتي؟ 9 سنتي. ولما يكون ده كله 9 صح؟ قال لي اه. قال لي خلاص يبقى الدال ب بتساوي 9 نشيل منها 4 يدينا 5 سنتي. قلت له تمام. كده جبنا طول مين؟ د ب، وده المطلوب اثباته رقم 1. عاوز بقى اجيب محيط الشكل الرباعي. قال لك تمام. هو بالمناسبه ده شكل رباعي دائري يا اولاد. عرفت منين يا مستر؟ قال لك بص يا صديقي، ده مماس مع نص قطر دي 90 ودي 90، يبقى الشكل ايه؟ رباعي دائري. ده نص قطر وده نص قطر، يبقى ده 4 برضه صح؟ اقدر اجيب بقى محيط الشكل ازاي؟ هقول له بما ان محيط الشكل بيساوي مجموع اطوال اضلاعه، يبقى انا هجمع ده كله كان 9 زائد ده كله كان 9 زائد ده 4 زائد ده 4، فدول 13 و13 26 سم. يبقى الجواب معانا طلع معانا كام؟ 26 سم يا حبيب قلبي يا غالي. تعالى بقى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ في الشكل المقابل اوجد قياس زاويه مين يا معلم؟ قال لك اوجد قياس زاويه بسم الله
ألف دال جيم، ماشي؟ اللي هي الزاوية دي، هو عاوز الزاوية دي. خلاص؟ قلت له ماشي. قال لي صلى على النبي، قلت له عليه الصلاة والسلام. هو أولا هو مش ده حضرتك شكل رباعي دائري؟ ده كده؟ صح، قلت له صح. قال لي مش ده حضرتك زاوية خارجة؟ قلت له مش الخارجة بتساوي الداخلة المقابلة المجاورة لها؟ قلت له قال لي يبقى دي 60. تمام؟ قلت له تمام. جميل جدا. يبقى زاوية ألف د ج بكام؟ ب 60. ليه الخارجة بتساوي الداخلة المقابلة المجاورة لها؟ قال لك يا باشا اثبت لي مثلث ج د ألف ج د ألف، اثبت لي ان هو مثلث مساوي الايه؟ الاضلاع. سهله. مش دي 60؟ قلت له ايوه. قال له ده مثلث اصلا متساوي الساقين؟ قلت له قال لي اكيد دي 60 ودي 60، فالمثلث ماله؟ متساوي الاضلاع والمساله خلصت. قال لي جميل جدا. طيب تعال بقى نكتب بقى الكلام ده. قلت له ماشي. بما ان اول حاجه ا ب ج د شكل رباعي ماله؟ قال لي دائري ماله؟ قال لي فيه زاويه ج ب ه بتساوي 60 درجه خارجه، اذا قياس زاويه ا د ج بتساوي 60 درجه داخله. قلت له تمام. وبما ان المثلث ا د ج متساوي الساقين وبه زاويه بتساوي 60، كنا واخدين دي قاعده يا جماعه، زاويه بتساوي 60، هروح قايل له اذا المثلث ا د ج متساوي الاضلاع، ده المطلوب اثباته يا صديقي يا غالي. السؤال اللي بعده رقم 16 بيقول لي في الشكل المقابل ا د مماس وقياس القوس ده ب 120. طيب القوس ده ب 120 يبقى انا وش كده عرفت دي ب 60 على طول، لان القوس بيساوي او المحيطيه نص قياس القوس. بيقول لي هات زاويه ب ا د، عاوز الزاويه دي. ايه ده هتجيبها ازاي؟ هو مش ده مماس؟ قلت له قال لي وده وتر؟ قلت له ايوه. قال لي خلاص يبقى الزاويه اسمها زاويه ايه؟ قلت له الزاويه اسمها زاويه محيطيه. قال لي جميل جدا، قصدي زاويه ممسيه، اسف، دي زاويه ايه؟ ممسيه. طب فين الممسيه؟ مش قوسها ده؟ قلت له قال لي هل في زاويه محيطيه على نفس القوس؟ قلت له فين؟ قال لي صح، لو جبت دي انت جبت دي يا صديق. قال لي ماشي، برافو 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 برافو. هجيبها ازاي؟ ده 70 60، هجيب دي 50. حلو، انا عايز بقى الزاويه دي، ما هي 50، ما هي الممسيه بتساوي ايه؟ المحيطيه مشتركه معاها في نفس القوس. كلام جميل. هحل ازاي؟ اول خطوه اقول له بما ان قياس القوس ج ب 120، اذا قياس زاويه ب ا ج بتساوي 60 درجه محيطيه نص القوس المقابل لها. بما ان المثلث ا ب ج فيه ب ب 70 وج بكام؟ ب 60 او ا قصدي ب 60، اقول له اذا قياس زاويه ب ج ا 180 ناقص 50 قصدي ناقص 70 زائد 60 بتساوي كام يا معلم؟ قال لك هتساوي 50. بما ان ا د مماس وأ ب وتر، اذا زاويه ب ا د ممسيه بتساوي قياس زاويه ج المحيطيه المشتركه معها في نفس القوس. وبكده اكون خلصت لك اول محافظه بمحافظات القاهره، محافظه القاهره هندسه. نشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.